السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر تطورات مترو اسكندرية وإزالة محلات ملك حفني المرحلة الثالثة. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين تركيب أول كمرتين أمام شارع محمد نجيب وقبل محطة مترو محمد نجيب اللي تعتبر من المحطات الإضافية الجديدة المضافة لمترو اسكندرية. في 5 محطات جديدة مضافة لمترو اسكندرية، محطة باب شرق، محطة كفر عبده، محطة محمد نجيب، محطة ميامي، وكمان محطة سبورتنج. الفيديو ده بتاريخ 30/4/2025. زي ما حضراتكم شايفين في المرحلة الثالثة تم إزالة محلات ملك حفني من أول شارع محمد نجيب لحد مزلقين سيدي بشر. وصورت لكم قبل كده المحلات اللي تم إزالتها في المرحلة الأولى من أول مزلقين فيكتوريا لحد فتح الله، والمرحلة التانية كانت من أول فتح الله لحد شارع محمد نجيب. وعلى يمين الصورة هنا هتكون موقع محطة محمد نجيب الجديدة المضافة لمترو اسكندرية، وهتكون من أول شارع محمد نجيب عند العمود ده لحد نفق محمد نجيب اللي موجود في سيدي بشر. برضه قاعد يكفي. طبعا الردم ده كل ده ان شاء الله هيتشال سواء في شارع ملك حفني قبلي او بحري السكة، وان شاء الله المحور ده هيبقى من اهم المحاور الموجودة في اسكندرية. وبعد كده ان شاء الله هيتم تطوير الشارع وتهيئته سواء بقى قبلي او بحري السكة. وما زلنا موجودين أمام شارع ملك حفني بحري السكة، وعلى يمين الصورة هنا موقع محطة محمد نجيب. قدامنا كده على طول حي المنتزه وموقع محطة سيدي بشر، وورانا كده هتلاقوا محطة فيكتوريا. طبعا محطة فيكتوريا من المحطات اللي هتكون تبادلية مع محطة ترام فيكتوريا، وكمان من المحطات التبادلية هتكون محطة سيدي جابر. هتلاقوا محطة سيدي جابر وكمان محطة مترو سيدي جابر. وهتلاحظوا وانتوا ماشيين كده على شارع ملك حفني على شمال الصورة ان في كتير من اصحاب المحلات اللي تم ازالتها نقلوا في المحلات المقابلة. طبعا ما فيش اي تعويضات لانهم كانوا مأجرين مش اصحاب محلات، فطبعا اسعار الايجار دلوقتي بقت مرتفعة، وكمان هترتفع اكتر بعد ما يتم الانتهاء من مشروع مترو اسكندرية، وكمان هتلاقوا زيادة في اسعار الشقق واسعار المحلات.
برضه قدامنا كده حي المنتزه ومزلقين سيدي بشر، وبعدين موقع محطة سيدي بشر، وكمان تم إزالة محلات كتير أمام شارع ملك حفني إبليس سكة. ودي كانت جولتنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.